هقبض عليه وهسحب كل قواتي من دائرة الشارع ولبسه من دائرة الشارع كلها هسحبه. لو لقيت بني ادم ريحته ماشيه كده اهو هسحب قواتي من دائرة الشارع كلها ولا جند ولا عسكري واقبض عليه عشان انا هحفظ الوحيد كلها. تمام كده ده كلام واضح هو مسؤول. استاذ علي 4 نقط. نقولهم تاني. 4 نقط. تمام. عايزين في القناه ساعات يقدروا ايه؟ هنسجلهم ونبعتهم فيديو على طول يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. نمرة 1 إن إحنا هننزل بيان بنعتذر فيه عن أي ما حدث من تجاوزات بالأمس أدت لإصابات من أصيب هم أولادنا وأهلنا، وبناء عليه بنسحب كل موظفينا وأي حد النهارده يكون متواجد حوالين المقر سواء في جنينة فريال أو أمام المقر أو في شارع الجمهورية أو في المنطقة المحيطة. لن يتواجد أي واحد لنا علاقة به إحنا أو حتى من إخواننا في التيار السلفي حوالين المقر حقنا للدماء. وبنعلن يافطة على المقر بنقول فيها أن العمل في المقر الآن تم إيقافه بصفة مؤقتة لحين تهدئة الأمور. نمرة 3 بنقول للأستاذ أشرف وإحنا بنثق في حكمته كن وسيلة تواصل بيننا بين المصابين وبين أهالي المصابين، وإحنا مستعدين للتواصل وتقديم أي شيء يزيل آثار ما حدث. هم أهلنا وهم أولادنا وهم دمنا وهم لحمنا. أي شيء احنا مستعدين ليه لإزالة هذا الأمر. المقر أنا قلت تم تخليد. استاذ محمد على السريع القوى السياسية. القوى السياسية احنا هنروح نقف عند المقر الساعة 5 نفهم الناس إن ما عادش في حاجة، ولو عايزين تظاهرات نتظاهر بعيد عن المقر، وإن الناس الحرية والعدالة والناس السلفيه هيتوجهوا للمصابين تقديم اعتذار واخلوا المكان. دكتور علاء احنا كحزب نور ملتزمين بما عهدنا عليه جميع القوى السياسيه من قبل ولا زلنا والتزمنا به وسنصر نلتزم به ان احنا لن نشارك في اي احداث عنف مهما كان شكلها ولا حتى باللفظ، وسنستمر على هذا حمامه سلام بين الجميع ان شاء الله الى ان تفك الازمه ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله احنا بنتعاون مع الجميع على التهدئه، وعلى اساس ان احنا بقدر المستطاع نحاول نضرب هذا الاحتقان، وهنروح مع الجميع نعمل قافله كده لكل المصابين بحيث ان احنا برضه لازم قيادات حزب الوفد هتوقف النهارده برضه عند حزب الحريه والعداله وتوعي الناس اللي فعلا مفيش الكلام ده. ثم قال لي في نقطه اثرناها في الاول خالص، اي دليل موجود مع اي حد ايا كان مع الطرف ده او الطرف ده هيقدمه للعداله، والعداله هي اللي هتاخد مجراها في التحقيقات، لان في دم نزل، وبالتالي لابد من اصاب هذا الشخص ان هو يتقدم للعداله. كويس. علي طبعا رساله لجماهير النادي المصري كلها اللي هم في اختصاصنا ككوره، ما حدش ينزل عايز تظاهر. علي انتوا ما نزلتوش امبارح؟ احنا ما نزلناش احنا عايزين يعني الناس كلها دم اي واحد بورسعيدي فهو غالي على كل بورسعيد. لكن الجرين ايجلز هيشارك في التهدئه اللي هتتم من خلال الحكماء. الجرين ايجلز لخدمه بورسعيد وخدمه ابناء بورسعيد لكل من هو يتطاول على بورسعيد. والوجه رساله لكل اهل بورسعيد. شكرا. ان شاء الله يتعمل لجنه من جميع القوى السياسيه لزياره عدد المصابين بالتوافق والتواصل مع الدكتور علي البراء ان شاء الله. حضرتك ان شاء الله كل مشجعي النادي المصري والالتراس والكلام ده في خدمه البلد كلها، والدليل على كده كان موجود في المشكله بتاعت العشش والحاجات اللي ضربوا المدارس. استاذ اشرف العزبي. انا مع الكلام اللي قاله الباشمهندس علي درة بالنسبه لعمليه تعليق العمل واعلان اللافتة ومنع تواجد اي حد في المقر او في المكان المحيط، وتكون هذه مسؤوليه الشرطه، والشرطه هي الوحيده التي تستطيع ولها الحق في ان تحمل السلاح، وان اي شخص يحمل سلاح فهو بلطجي، اي شخص يحمل ادوات فهو بلطجي. وعلى حزب الحريه والعداله لانه هو الطرف الوحيد الذي يلقى عليه الاتهام، نتكلم في ارض الواقع، بانه اصاب المصابين، عليه ان يقدم للعداله كل من قام باطلاق نار او حمل سلاح،
واحنا معاهم في التهدئه، وربنا يحمي مصر ويحمي بورسعيد. موقف مديريه امن بورسعيد صراحه من اللواء محسن رادي مدير الامن. مديريه الامن بتلقى في الكلمه اللي قالها الاستاذ اشرف. سوف نحقق وكل ادله تقدم الينا ضد اي متهم سوف نبحث فيها ونقدمها للنيابه العامه لتتولى التحقيق. ده اولا لما حدث. 2 لن يرفع اي سلاح في وجه اي مواطن بورسعيدي. هدفنا لا يكون هناك جريحا او اي شخص مصاب من هذا الشعب وفصيل هذا الشعب. كلنا على مسافه واحده من جميع طوائف ابناء بورسعيد، وهدفنا حمايتهم جميعا. شكرا فندم.